فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا عبر منصة STC TV، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم من جنوب مدينة سالزبورغ النمساوية هنا في المدينة الصغيرة غروديك. نلتقيكم ويتجدد اللقاء بكم عبر منصة STC TV لنقل استعدادات الأندية السعودية للموسم الكروي القادم. ونلتقي هنا في ملعب المدينة الصغيرة MGG أرينا الذي بني عام 1989 واستخدم في الدوري النمساوي الممتاز حتى 2016، لكنه لم يعد يحتضن أي مواجهات للفريق الأول في المدينة، يعني تولوز وقيادة فريق تولوز. اللعبة الكرة طويلة في الأمام، فيها راية وتد إلى جانب تشيلسي، اللاعب المتواجد الآن 1937 لأن تولوز جاء على أنقاض تولوز بقميص ستراسبورغ. هذه المرة الثانية من الصغار، يعني أن تجد أمامك عناصر تولوز في الغالب 20 سنة 21 سنة 22 سنة. اللاعب الأكبر الآن معنا في الدرجة الثانية. كرة لصالح النصر ومحاولة من ساديو ماني وفرصة تصل إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة الماضية، التفاعل الجماهيري من الجماهير التي جاءت لأجل أن تساند النصر وتساند رونالدو، والكرة الأخيرة مضت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف المحاولة والكرة اللي طالت على الثنائي البرتغالي جواو فيليكس ورونالدو لتصل. بروزوفيتش يلعب كرة النصر، بروزوفيتش إلى رونالدو، ورونالدو لحقيوم الآن وهان يلعب كرة عرضية وخطيرة. رونالدو وجواو فيليكس إلى محاولة لصالح تولوز، تمرير قدم إلى الأمام وتراجع نصراوي بهذه اللحظات، يحصل على كرة باتجاه سيماكان يلعبها إلى بروزوفيتش وتمريرة لصالح النصر. دوران رائع في هذه اللقطة، وبعدها اليوم يخوض اللحظات الأولى إلى جانب الفريق النصراوي. راية وتسلل وركلة حرة غير مباشرة. مجد العالمية يوم أن فاز ذلك الجيل في مونديال كرة تعود إلى تولوز مع الكرة في الجهة اليمين وتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة أخرى تعود باتجاه حارس المرمى جيوم، أولا يستغلها تولوز في كرة مرتدة وتسديدة وصلت إلى المرمى، هدف. إذن خطأ يستفيد منها تولوز ويسجل أول هدف في شوط المباراة الأول من خطأ دفاعي. تمكن تولوز عن طريق يانغوبو من تسجيل الهدف الأول. خطأ دفاعي إلى نقلة باتجاه رونالدو، والتسديدة من رونالدو وصلت عند أحضان جوميز. ذلك قال بأنه سيسعى لمعالجة الأمر في هذه اليقظة. يلعب كرة طويلة في الأمام بتوقيت سليم لتصل في الخلف، وصلت إلى جواو فيليكس يمر في اللعب في الجهة اليمين إلى محاولة عند منطقة الجزاء وتسديدة تمر إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة مرت إلياس أراج إلى خارج أرضية يسوس، غالبا عند أفكار أفضل من ذلك بكثير. والآن أفكار جيسوس تتحرك ويتحرك معها رونالدو ليسجل هدف التعادل لصالح النصر. كثير، والآن أفكار جيسوس تتحرك ويتحرك معها رونالدو ليسجل هدف التعادل لصالح النصر. النتيجة 1-1 من جانب كريستيانو رونالدو الذي تحرك ليحرك كل شيء الآن في المباراة ويسجل هدف التعادل. أمامك الأنصار للنصر الحاضرين وأنصار رونالدو وأنصار النصر الحاضرين بتحية حارة لعودة النصر بهدف تعادل في شوط المباراة الأول. النتيجة أصبحت 1-1 في شوط المباراة الأول. كريستيانو رونالدو استفاد من كرة عرضية في اللقطة الماضية وسجل هدف التعادل. فرانك ماغري
حصل على بطاقة يسجل هدفا آخر في أكثر من مرة. كانويا رونالدو وكرة في صالح تولوز في الجهة اليمين للأندية الكبار في السعودية في محاولة بالكرة الماضية، لكن بإمكانهم أن يصلوا تماما من أمام بينتو، ورونالدو يقود هجمة وتسديدة مرة برافو رونالدو. مدافعين خطيرة لتولوز في منطقة الجزاء، وتسديدة ينجح سماكان من إبعادها. الكرة مرت إلى الجهة اليسار، يانغ بوبهو يبدو أنه مرة باسا، ثم المحاولة اللعبة الطويلة في الأمام إلى منطقة الحديث، ربما يذهب إعارة إلى تولوز قادمة من روما الماضية. والفريق جبريل سيديبي في قائمة تولوز بالإضافة إلى بوشل إلى أنجيلو مرة أخرى في الطرف الأيمن. راوي النصر عند نواف العقيدي، بضع على كرة في الجهة اليمين داخل منطقة الجزاء، التسديدة والدفاع ينجح في إبعادها في تولوز لتصل الكرة في الطرف الأيسر الآن لصالح الفريق الفرنسي إلى صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة محتسبة في صالح تولوز. هذه الصورة على هاوك الذي يبدو هو من نجح. فيليكس بشكل أكبر، الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء بالنسبة للنصر، وكرة مرت على الجهة اليسار وكسر والثقة لا تهتز إلى جانب متكامل يقود تولوز عقد مدربة في 20 أو حتى 2026. علي الحسن، محمد مران. هذه القائمة أيضا التي تأتي في شوط المباراة الثاني حالة احتكاك بطاقة صفراء. ساديو ماني يحصل على بطاقة صفراء في يسار لصالح تولوز، والمتابعة من سيباكان مرة سيتي في للتأكد من جاهزاني من الجانبين. المحاولة ملعوبة، وعنده 8 عناصر جديدة في الشوط الثاني من المباراة. بدر الشراري في شوط المباراة الأول في التشكيلة الآن. عند فاتي حاول من جديد بعد أن كانت عنده كرة في الشوط الأول من المباراة أو في الشوط الثاني من المواجهة برأسية جاءت في القائم الأيمن. بعد ذلك عندها كرة لصالح تولوز، والكرة من عبد الرحمن غريب تفوت إلى صالح تولوز من جديد الذي يستحوذ على كرة وانتقال هجومي نصراوي فيها صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة. الكرة الثابتة للنصر الآن في عبد الرحمن غريب، الحكم يعطي إذن لتنفيذ الكرة الثابتة التي تذهب سهلة بعدها باتجاه حارس المرمى هاو اللي يلتقط الكرة الماضية. تمريرة ملعوبة في وسط الملعب بهدف لمثل كرة ملعوبة في الجهة اليمنى. الله، هدف ثاني يضيف النصر الآن في الشوط الثاني من المباراة مع الربع ساعة المتبقية في زمن شوط المباراة الثاني. يتمكن النصر من تسجيل ثاني أهدافه عن طريق محمد مران الذي يتلقى عرضية رائعة وينجح في تسجيلها براسية. محمد مران الذي النصر واحدة من الأطراف الأربعة، كرة اللعب عرضية إلى منطقة الجزاء، مرت إلى خارج أرضية الملعب، اللعبة عرضية مقطوعة من المدافعين، وتسديد الذي يرسم للفريق